ازيكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن الفلويد تايبوجرافي وازاي كمان نجيب الفونت سايزز من على فيجما ونحطهم كفاريبلز على بريكس. فخلينا نشوف الجزئين اللي هيكونوا قدامنا النهارده، وهو الووردبريس والجزء التاني اللي هو فيجما. انا هقفل ده كده. ده الديزاين بتاعنا اللي احنا فاتحينه. طبعا هيبقى الجزء اليمين ده طبعا على بريكس وعلى فيجما، هيكون مش باين من الصورة، فخلينا نشيل الصورة في الفيديو ده لأن هيبقى فيه جزء كبير جدا هنستخدمه من الأجزاء دي. طبعا احنا عندنا الديزاين هنا، عندنا هيدر أو كل الفونت المستخدم عموما. فطبعا أنا هسلكت الفونت ده، هلاقي هنا مكتوب لي هيدنج دبل اكس لارج و700 اللي هو بولد. فايه دبل اكس لارج هنا هلاقي برضو نفس الحاجة. ده هلاقي ان هو اسمه لارج. فطيب ماشي، اكس لارج ودبل اكس لارج ولارج، كام بقى الفونت سايز بتاع الحاجات دي؟ فهنا هيجي جزئية ان انا محتاج اشوف الفاريبلز اللي موجودة على فيجما. طبعا مش كل الديزاينرز بيحطوا variables، بس ده الستاندرد دلوقتي وده اللي المفروض كل الديزاينرز يعملوه. ان هو يكون فيه variable، لان الفاريبل بيسهل جدا ان انت لما دلوقتي هاجي اغير الفونت سايز ده، مش هقعد اغيره في كل السكرينز الموجودة، لا انا هغيره مرة واحدة وخلاص هو هيتغير في كله. نفس الكلام اللي بيحصل معانا كديفلوبرز، انا الفاريبل بتاعي بستخدمه عشان اسهل على نفسي التغييرات بعد كده. فاول حاجة المفروض نعملها ان احنا هندوس بره كده، هلاقي عندي هنا variables، هفتح ال variable table، هلاقي هنا ال variables الموجودة بتاعتي كلها. فانا محتاج ال sizes. انا هنا هلاقي كل اسم size وهلاقي ال size بتاعه. ده طبعا ديسكتوب، تابلت، موبايل. فكل حاجة من دول هلاقي موجود الريفرنس بتاعها، وده اللي هستخدمه عشان ابتدي احطه عندي في بريكس. وهنستخدم البيز لاين بتاعي هيكون يا اما الميديوم يا اما اللارج. فانا بالنسبه لي احب ان انا استخدم الميديوم اللي هو 18 و17 و16 على الموبايل. فدي الارقام اللي هستخدمها عشان احط الفاريبلز على بريكس. خلونا نروح كده على بريكس هنا، هنفتح اي صفحه نعمل عليها edit، وهاجي هنا فوق خالص على الشمال، هروح على variables، وهنا هختار variables، وبعد كده هلاقي هنا عندي fluid typography. دي فيتشر جديدة في بريكس، فلو مش موجودة عندك اعمل ابديت على اخر فيرجن هتلاقي ال fluid typography نزلت. فهندوس عليها. طبعا لازم اعمل كاتيجوري للكلام ده، فانا التكست اللي انا هحطه هعمله heading. فخلينا نكتب heading save. انا مش هستخدم تكست، بدلها البريفكس اللي انا هكتبه هيكون heading. وعموما لو بصينا هنا في فيجما هلاقي ان الديزاينر ده مستخدم نفس الفاليوز بتاعة السايز، مستخدمها في الهيدنجز ومستخدمها في التكست اللي هو الباراجرافز. فهلاقيها هي نفس الحاجات المستخدمة. فاحنا هنا هنعمل هيدنج، وهقول ان البريفكس هيبقى هيدنج داش. السكيل تايب هو زي ما احنا شفنا على فيجما كده، لما بنلاقي هنا اكس لارج سمول ميديوم، دي اكس سمول مش اكس لارج. فلو بصينا هنا كده اهو، هلاقي ان مكتوب heading وبعدها اكس اكس لارج. فيبقى الهيدنج ده البريفكس بتاعي، وهيبقى فيه شرطة وهيبقى فيه اسم السايز بتاعي. خلونا نرجع على التيبل تاني. فانا هستخدم التيشيرت سايز. ممكن تستخدم نيوميريك اللي هو هيبقى فيه ارقام heading 1 2 3 وهكذا، بس خلينا نستخدم ده دلوقتي. البيز لاين، البيز لاين اللي انا هستخدمه هو ايه؟ فاحنا زي ما اخترنا هيكون ام اللي هو الميديوم، ممكن نختار اي حاجة تانية. والبيكسل تو ريم، البيكسل تو ريم زي ما شرحنا في فيديو قبل كده، احنا هنستخدم ال1 بيكسل، ال10 بيكسل اسف هتساوي 1 ريم، مش ال16 بيكسل تساوي 1 ريم. فاحنا هنا اخترنا 10 بيكسلز هتساوي 1 ريم. المينيمم بتاع الموبايل، فده اصغر شاشة هيكون الفونت عليها
أصغر شاشة على الموبايل هيكون 16، وده بالضبط اللي موجود عندي على الMedium هنا، 16 على الموبايل و18 على الديسكتوب. فلمّا نرجع هنا هنلاقي هنا 16. الscreen width الminimum screen width اللي هيscale عليه، يعني كل ما تفضل تصغّر الشاشة يفضل يصغر، هو 478. فأنا هنا هاخلّيها 350 ودي أصغر شوية، بحيث إن لو في موبايلات أصغر يبقى إحنا معانا لغاية 350 بكسل. الtype scale ratio ودي بتكون متحددة في الdesign. إحنا الdesign عندنا متحددة، بس ممكن في designers ما يكونوش حاطينها، فعادي ممكن أنت تستخدم آآ أي حاجة من الحاجات دي، بس الدارج أو اللي كل الناس بتستخدمه هو الminor third. طيب دي هنجيبها إزاي من الdesign؟ لمّا هارجع كده هالاقي عندي الstyle guide أو ده الdesign system اللي بيكون موجود. هنا عندي هو كاتب لي الtypography بتاعي اسمه Enter، والsize 16 على الموبايل و18 على الديسكتوب، وده الديسكتوب سكيل هيبقى اسمه perfect fourth، والموبايل minor third. يبقى أنا هستخدم على الموبايل الماينور third. نرجع كده أهو استخدمنا ده، وعلى الديسكتوب السايز بتاع الفونت ده هيبقى 18 مش 20، وانا السكرين بتاعتي او الويدث بتاع الويب سايت بتاعي هيبقى 1366. طبعا انت بتكتب السايز اللي انت تستخدمه، وهنا البيرفكت فورث. طيب حاجة عايز اشرحها قبل ما generate ال variables دي، وهو ايه هو السكيل ريشيو. السكيل ريشيو هو ال16 دي medium، فاللارج هتبقى كام؟ فبنضرب 16 times 1.2، فده هيطلع لي اللي بعدها. يعني احنا لو عملنا 16 times 1.2 هلاقي هنا مطلع لي زي بالظبط التيبل، اللي هو بدل 18 احنا بنتكلم عن موبايل 16 هيطلع 19 وكسور، فده اللي هيطلع. فانت ده السكيل، يعني الميديم تضربه في ال 1.2 يطلع لك اللارج، في 1.2 يطلع لك الاكس لارج، وهكذا. ده معنى السكيل. خلصنا فهنجنريت الفاريبلز وكلها طلعت هنا. هدوس على سيف وهخرج تاني. دلوقتي هنشوف الفرق ما بين الفلويد تايبوجرافي والتايبوجرافي العادي اللي احنا هنكتبه بستاتيك فاريبلز او ستاتيك هنسميها ايه values. تمام. فهنعمل سيكشن ونحط 2 headers عشان نجرب عليهم. اول هيدنج هستخدم معاه الفاريبل بتاعي، انا هسيبهم عادي مش هغير فيهم اي حاجه غير السايز بتاعه الفونت سايز. فهنا اول واحد ده هكتب فيه السايز اللي انا واخده من فيجما. احنا هنا على الديسكتوب فهنستخدم الدبل اكس لارج عشان بس تبقى واضحه شويه. فهنا هاخد ده كده احطه هنا، ده في الديسكتوب، والتابلت هيكون 35 والكسور دي. فهحط هنا رقم التابلت اهو 35 بوينت، بس هو مطلع لي الديسيمال كبير قوي، بس ما علينا. وهنا اخر حاجة اللي هي موبايل، ده رقم موبايل. فكل ما الشاشة تصغر كل ما تلاقي الهيدنج ده بيصغر. وفي الهيدنج التاني هنحط الفلويد تايبوجرافي اللي احنا اخترناه. هيدنج انا اخترت هنا variables واختار الهيدنجز، وهنختار الدبل اكس لارج. طبعا ده بيوضح ان احنا هنا نقدر ان احنا تبقى ال variables ثابتة قدامنا، مش هقعد اكتب ارقام فاتلخبط في حاجة تنسى كانت كام وهكذا. لا، انت عندك ال variables بتاعتك اللي هتختارها على طول. نعمل save. ده ال variables بتاعتي او دي ال headings العادي هو اللي فوق، والفلويد هو اللي تحت. ممكن نعمل inspect ونخلي دي تحت كده،
نقول إن إحنا عايزينها responsive. كل ما ابتدي أصغر، طبعًا إحنا عاملين limit إن هو 1366، لمّا يبقى الشاشة 1366 كل ما تكبر خلاص هو ثابت، ثابت أهو مش بيتحرك، فوق ال1366 ثابت، تحتها بيبتدي الfont بتاعي يصغر، ده، وهتلاحظ إن ده ثابت مش بيصغر، بس هيصغر أول ما الbreak point تيجي، كده أهو بُص، شُفت النطة دي؟ هو الshifting ده اللي بيفرق شاشة عن شاشة. يعني مثلًا لو واحد عامل size للwindow بتاعه كده وواحد عامله كده، هتلاقي اختلاف كبير أوي بين الfont، لكن لمّا أنت تشد كده هتلاقي الfont بتاعك بيصغر fluid أو يكبر، فده الأحسن، من غير أي shifting، من غير أي حاجة. برضه دي shift تانية اللي هي بتاعة الموبايل. الfluid مش بيعمل shifting، هو بس حاسّه بيعمل shifting عشان التاني ده عمّال يكبر ويصغر، لكن هو مش بيعمل shifting في الsize مرّة واحدة، هو بيكبر بالراحة ويصغر بالراحة على حسب الشاشة كام بيكسل بالضبط. فإحنا كده خلّصنا الfluid typography وكمان خلّصنا إن إحنا عملنا الvariables بتاعتنا. في الفيديو الجاي بقى هنشوف إزاي إن إحنا نستخدم الvariables بتاعتنا دي، بحيث إن أنا لمّا أقول الfont ده أو الheader ده H1 يتحط بالfont weight بتاعه، بالfont size بتاعه، بكل حاجة. أختار H2 وH3 وهكذا، كل الحاجات بتتغيّر مرّة واحدة، مش هاقعد أغيّر size وبعدين أغيّر weight وبعدين أغيّر أيًا كان اللي هاغيّره، لأ كل حاجة هتبقى ثابتة، وده هو الglobal بقى، الglobal styling اللي إحنا هنعمل له apply على الحاجات دي.